طب انا راضيه ذمتك يا شيخه، ليه تنزلي تجيبيه من بره وانت تقدري تعمليه في البيت خفيف وهش ومش هيفرول منك؟ تمسكي الرغيف كده تفعصيه ما بين ايديكي، مش ممكن يشقق ولا يتكسر ولا يفرول منك ابدا ابدا ابدا، ومنتفخ جدا وخفيف قوي، حشو او تغميس خطير يا جماعه. تعالوا نعمل مع بعض النهارده العيش الشامي في البيت بابسط مقادير، شويه دقيق وميه وهنعمله، وكميه كبيره من العيش بمقادير بسيطه. حطي لي لايك واتفرجي على حلاوه العيش بقى، ولو اول مره بتشوفيني اوعي تنسي تتابعيني والشير في الخير. مبارك عليكم الشهر، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا على طول نشوف مقاديرنا. نص كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نص معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، 3 معالق من السكر، وبس كده. دي كل المقادير الجافه. هقلب كويس جدا، انزل بمعلقه من الخل علشان خاطر العجينه بتاعتي تطلع خفيفه جدا، وكده هتلاقي العيش بتاعك هش وما يفرولش. هنزل بالميه الدافيه شويه بشويه وابتدي اعجن. طبعا لو في عجان تمام، ما فيش عجينه عادي بايديكي لحد ما العجينه بتاعتي تلم بالميه الدافيه. وهنزل اي دقيق كده على الاجناب واسيبها تتعجن مع بعضيها بعد ما تلم يجي 5 دقايق كده. وهكون محضره بوله فيها نقطتين كده من الزيت عشان اسيب العجينه تخمر وترتاح. خلاص العجينه بتاعتي اتعجنت كويس جدا وبقت معايا ناعمه وطريه وكلها حنيه، والسطح بتاعها املس تماما. هغطي عليها واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها وتخمر كده معايا وتحلو. عايزه اقولك عشان تاخدي معجنات حلوه، التخمير على اكتر من مره هي ده سر النجاح اي عجينه. غطي عليها بقى بقماشه كده وسيبيها تخمر كويس جدا. بعد ما خمرت معايا كده وتضاعف حجمها، هديها بوكسين حلوين في قلبها، ويلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا بقى وابتدي اقطع العجينه بتاعتي على حسب حجم الرغيف. انا عايزه الرغيف بتاعي اللي هو المدور الصغير بتاع السندوتشات ده، خلاص فهقطعه كواير صغيره. عايزه تعملي الرغيف كبير قطعي كبير، يعني الحجم ده في ايديكي. رشه دقيق حلوه كده على المفرش بتاعنا، لان من اللحظه دي انا مش عايزه شكه في العجينه عشان الرغيف يبقى منفوخ تمام، يعني مش عايزه العجينه تتقطع منها ولا تتشك شكه. فالدقيق ده اللي هيساعد ان العجينه بتاعتنا تبقى زي الفل. خلاص هبتدي اكور الكواير بتاعتي بالشكل ده، واحاول تبقى ايدي وعيني كده ميزان، كلها تبقى نفس الحجم. الموضوع ده سهل جدا، مش محتاجين معانا ميزان مطبخ ولا اي حاجه. تمام، هبتدي اشكلهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولا سحر ولا شعوذه. عندنا في المطبخ العجينه بتتشكل لوحدها. خلاص هغطي عليها للمره التانية علشان خاطر العيش في الاخر يطلع بالنتيجه الحلوه اللي شفتيها في بدايه الفيديو، يطلع معاكي خفيف ما شاء الله. رمت معايا عدد ارغفه حلو قوي. هنا بعد ما خمرت للمره التانية، هبتدي بقى كده اخد قطعه قطعه من العجين وابتدي ابططها بايديا. وممكن بالنشابه كده تبتدي تعمليها ضغطات بسيطه، بس عايزه دقيق فوق وتحت علشان خاطر مش عايزه زي ما بقولك خدش خربوش كده في العجينه، مش عايزاه، لان هو ده اللي هيخلي الرغيف ينتفخ. لو اتخرم او اتخدش كده خدش، الرغيف مش هينتفخ معاكي. خلي بالك من الحته دي، فضروري الدقيق كده تغلفي لي بيه عشان ما يحصلش اي خدش في العجينه. خلاص هاخد بقى الرغيف اللي اتعمل ده وعلى فوطه نظيفه. الفوطه هتساعد ان العجين ما يلزقش في اي حاجه، وبالتالي اشيله ببساطه واسويه بس كده زي الفل. ولا هدخله فرن ولا حاجه، كله على سطح البوتاجاز. مفيش اسهل من كده عيش. تقدري بالليل كده تقومي تعمليه قبل السحور كده بساعه، يبقى جاهز معاكي وللفطار ولاي وقت. تمام. كمان لو عايزين العيش البلدي ممكن نعمله مع بعض. يلا كده هنقل واحده واحده بنفس الطريقه كده على القماشه. القماشه من اسهل الحاجات اللي بتساعد على نقل العجين. اهي قماشة بيضة نظيفة أو أي لون يعني، بس قماشة نظيفة، ولا سحر ولا شعوذة العيش يتشكل مرة تانية. قماشة فوقيه ونحط بقية كمية الأرغفة أهي زي الفل. غطي عليه للمرة التالتة يخمر، ودي آخر مرحلة تخمير. سيبيه بقى زي ما تسيبيه، يعني سيبيه شوية حلوين ينسيه. عارفة الحبة الأخر دول هم السر. طاسة أو جريل على نار متوسطة فوق الهادية بشوية، وانزل بالأرغفة. خلاص هنزل بالعيش بتاعي. وعايزه اقولك العيش ايدك بقى فيه على طول، ما تسيبوهوش ياخد لون، لا قلبي بسرعه قلبي بسرعه عشان ما يتحرقش قبل ما ينتفخ. خلاص يعني حطي وقلبي حطي وقلبي يشمع كده معاكي. شايفه اهو، هتلاقيه هوب انتفخ معاكي بسرعه، وهيبقى كل الارغفه سواها حلو من جوه ومن بره وكلها منتفخه. زي ما بقولك حافظي انت بس على العجين انك ما تخدشهوش، يعني ما العجينه ما تخرمش منك ابدا. هو ده سر نجاحها والتخمير. ابتدى بقى ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وهتبتدي الأرغفة تنتفخ معايا زي ما هتشوفي، رغيف ورا رغيف لحد ما نخلص كل الكمية. بصي ما شاء الله ابتدى اهو
يدخل له هوا. حسيت ان في رغيف ناحيه وناحيه، هضغط عليه بالاسباتشولا كده بالراحه، هيروح كله منفوخ. بصي ما شاء الله ابتدوا ينتفخوا معايا زي الفل اهو، واخد لون حلو جدا. النار بتاعتي متوسطه، بقلب باستمرار يقوم ما يتحرقش معايا وياخد اللون الحلو. حطينا غيرهم وهكذا نفس الطريقه، هتحطي وتقلبي هتحطي وتقلبي اهو. على فكره التسويه بتاعت العيش كله ما بتاخدش 10 دقايق، والله بجد يعني ما بكملش ال10 دقايق وابقى سويت العيش كله، لان في الطاسه كده بسرعه بسرعه سريعه سريعه كله بيخلص. شايفه الشكل تحفه، يفتح النفس بجد، يا حلاوته بقى كده وهو سخن على السحور. ما اقولكيش ريحته بقى بتبقى ماليه البيت، تفتح النفس كده على السحور. شايفه الجمال؟ خطير يا جماعه، جربوه بطريقتي، مفيش ابسط ولا اسهل ولا اوفر من كده بجد. على ايه يعني اروح اجيب عيش يقول لي رغيف ب5 جنيه؟ رغيف الشامي ب5 جنيه يا راجل؟ ازاي كده؟ ده ما كلفنيش حاجه ابدا زي ما انتوا شايفين. بصي بقى مليت الطبق ما شاء الله اهو. طبعا الدقيق اللي على السطح ده بتنفضيه، بتنفضي العيش كده من فوق بيبقى زي الفل. تعالي بقى لما نعمل اختبار العيش بتاعنا ونشوف قد ايه طلع طري جدا جدا وخفيف. لو هو العجينه تقيله هتشقق وهتتقطع من الاختبار اللي هوريهولك ده. فده اكبر دليل ان العجينه خفيفه جدا والعيش ناجح. بصي بصي يعني بصي مفيش اغنيه يا جماعه، العيش يجنن بجد، مش عشان انا اللي عاملاه، لا المقادير مظبوطه جدا. احشي بقى زي ما تحبي، زي ما تحبي. خطير، تحفه، وكل الارغفه زي بعض. بصي بصي العيش طري جدا جدا. جربوا طريقتي في العيش الشامي، متأكدة انها تعجبكم جدا. عايزة اوريكي كذا رغيف عشان تعرفي ان كله بسم الله ما شاء الله زي بعضيه، الارغفة كلها زي بعضيها، كلها مفتحة وكلها خفيفة، عجنة واحدة يعني. بصي تحفة، بصي ما شاء الله، بصي بصي تحفة. جربوه بطريقتي، متأكدة انها هيعجبكم جدا. مبارك عليكم الشهر. اكتبوا لي تحت في الكومنتات حابين نعمل ايه مع بعض رمضان، افكار بقى، اللي حابب حاجة يكتبها لي تحت في الكومنتات. اوعي تنسي تشيري الفيديو ده، لو بس عجبك شيريه، ما تبخليش عليا بالشير واللايك. انا عايزة اعرف حطيتي لايك ولا لا. حطي لي لايك وشيري الفيديو، بحبكم جدا جدا جدا. جربوا العيش بتاعنا النهارده، اكيد هيعجبكم، انا متأكدة من كده. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.